تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اخترنا انا والجروب الاساتذه اللي معايا بروجكت بسيط كده خاص ب اتش ار للسويدي اللي احنا جزء منه. احنا الاي سي تي ده بعد اذن طبعا الدكتور تامر. البروجكت بتاعنا بمنتهى البساطه بعد مجموعه من السيرفيز اللي موجوده عند ديبارتمنتس ثانيه، الجزء بتاع الاتش ار كان في عنده شويه مشاكل. اتلخصت شويه المشاكل دي في مجموعه من الدوكيومنتيشن، وبعد مجموعه من السيرفيز اكتشفنا ان التول والتكنيكس اللي شغالين بيه ما يناسبش الوضع وكم وكثافه العماله اللي موجوده في القبضه ومجموعه المصانع. طيب بناء على دوت طبعا الباشمهندسين باشمهندس احمد ابراهيم، باشمهندس محمد عبد الله، باشمهندس غانم، باشمهندس حسن، احمد منصور، كلنا مجموعه واحده بنخدم التارجت دوت اللي هو بروجكت الاتش ار اللي احنا هنشتغل عليه. الجزء الخاص بالبروجكت دوت جه من خلال مجموعه من الهيستوريكال ستيبس. طبعا دي الميثودولوجي اللي شغالين عليها سواء كان بالبروجكت سكوب والانيشيشن كخطوات. بريفلي دي الهيستوريكال الخطوات اللي احنا عملناها تاريخيه عشان توصلنا ان احنا نبيك السوليوشن دوت ابتداء من شهر 2 2022 وصولا لان انا عملت كونتراكت مع شركه اوراكل علشان اقدر اخد اللايسنس بتاعتها وابتدي من خلال التيم بتاعي في ان انا انفذ البروجكت دوت على حسب ما انا خدت ريكويرمنت. دي طبعا الميثودولوجي بتاعت اوراكل انا خدتها كميثودولوجي المفروض للتنفيذ وبروجكت بروسيس. نبتدي الاجزاء او الديليفربلز اللي المنوط بيها نشتغل خلال الفيزز ديت. اول حاجه كانت البروجكت شارتر. بروجكت شارتر بتبتدي بالبيربز بتاع الدوكيمنت ديت، الجاستيفيكيشن انا بعمل البروجكت دوت ليه من وجهه نظري ومن وجهه نظر المانجمنت اللي موجوده معايا. طبعا انا مش حابب اخش في تفاصيل، انا بحط الخطوط الرئيسيه ولكن بس عشان الوقت نقدر نختار التوبكس نخش فيها في التفاصيل. الجزء الخاص بيه كان مهم جدا واتعلمته في النقطه ديت السكسس كرايتيريا. دايما كان بيختلط عليا الامر ما بين السكسس كرايتيريا والفاليديشن كرايتيريا. يمكن بالرجوع للانستراكتور فهمت السكسس كرايتيريا اللي هي خاصه بالممبرشيب او الاونر شيب والاكسبتنج والسكوب كنترول. الاونر شيب بمنتهى البساطه ان كل واحد مسؤول عن جزء فهو اونر شيب للجزء دوت الفول ريسبونسابيلتي بتاعته. السكوب كنترول ازاي اقدر احدد السكوب بتاعي وما يحصلش عمليه كريب خلال التنفيذ. طبعا الستاندرد اوراكل امبلمنتيشن التمسك بمعايير اوراكل في او ميثودولوجي في التنفيذ. تباعا الهاي ليفل بروجكت ريكوايرمنت والهاي ليفل سوليوشن سكوب والمايلستون زي ما اتفقنا عليها. بعد كده الجزء الخاص بالبادجت از سمري. طبعا كان كنا محددين 15 مليون بلس اور ماينس with 10% بلس اور ماينس يعني. الهاي ليفل ريسك وطبعا احنا ما حطيناش الريسك بالتفاصيل بتاعتها ولكن هي انقسمت عندي البروجكت مانجمنت ريسك ان المانجمنت اللي ماسكه سواء من اول سبونسر او من ستيرنج كوميتي للبروجكت مانجر للمانجرز او التيم ليدرز الموجودين ما يقدروش يسيطروا على الموضوع. الجزء الخاص بالبروجكت جول ازاي احدد البروجكت جول بتاعتي بشكل مظبوط وما يضيعش عليا الايفورت اللي التيم بتاعي بيشتغلوا. التايم سكيدول والالتزام بيه والبادجت وازاي ان انا ما اتعداش النقط بتاعتها والريسورسز والانفراستراكشر والبروسيس. تباعا برضو كان الجزء بتاع الستاك هولدر او بريفلي اللي انا ابتديت بيهم البروجكت الستيك هولدرز بتوعي والكي يوزرز. والنقطه برضو من اللي كانت من مكتسبات الرول بتاعه الشارتر دي لازم احدد مين بيعمل ايه من اول ستيرنج كوميتي لحد
الامبلويز واير اللي هيقدر يسكليت او يقدم تشينج ريكوست. بعد كده ابتدينا نجو ديبلي في التفاصيل شويه. الستيك هولدر ريجستر، حددنا مين بيعمل ايه، الناس اللي موجوده عندي، الكم والكثافه بتاعه الريكويرمنت او عفوا المتطلبات بتاعه كل واحد، مين اللي انا اقدر اخليه ناتشرال، مين اللي لازم اخليه اكتف معايا، مين اللي انا اقدر احول النظره بتاعته النيجاتيف ل بوزيتيف. هيكلمنا دلوقتي باشمهندس احمد ابراهيم عن الجزء الخاص بالاسسمنت وازاي احنا عملنا الاسسمنت دوت. السلام عليكم. بالنسبه للستيك هولدر، احنا خلاص قسمنا، عرفنا مين الستيك هولدر بتاعنا، وحاولنا نشوف هو الكرنت بتاعه ايه للمشروع، بالريليتد للمشروع. فبعد التحليل للستيك هولدرز اللي معانا في المشروع، فبنجيب اسمائهم، وكنا نحدد مين الديبارتمنت، وبنشوف كل ستيك هولدرز قد رايته قد ايه في المشروع، تمام، وانا عايز احركه فين يبقى معايا في المشروع. بس الحته اللي انا كنت عايز احركه فيها اللي هو السبورتيف، تمام. في منهم كان في فعلا في السبورتيف الكرنت بتاعته سبورتيف، كان كده. في كان ان اوير، وده كنت عايز احركه لغايه ما يبقى سبورتيف معايا من جانب المشروع. حته مهمه جدا، معلش التداخل مع احمد. احنا حددنا البدايه بتاعت المشروع 1/8 تمام، والجو لايف بتاع البروجكت 1/3. يعني احنا كارنتلي دلوقتي بننفذ البروجكت بتاعنا. فالحته ديت دايناميك. احمد لما اتكلمنا فيها اتكلمنا على ان الجزء الخاص بالحاجات ديت اضافات نقدر نعدل فيها طول الوقت، شغاله وبتتابديت. تمام. البلاننج دلوقتي اتكلمنا عنه حسن. تمام. مساء الخير. احنا قبل ما نعمل بلاننج طبعا قعدنا مع الناس كلها، عرفنا كل واحد محتاج ايه بالظبط، وبدانا نكتب الكلام ده. مثلا قعدنا مع الاتش ار، قعدنا مع الفاينانس، قعدنا مع التيم بتاعنا، كل واحد شاف تصوره ايه وشاف هو محتاج ايه بالظبط، شاف ايه اللي احنا هناخده من السيستم القديم نحطه في السيستم الجديد. كتبنا الكلام ده كله، وبعدين بعتناه تاني للناس واكدنا عليه ان خلاص كل واحد تمام. فالمهم خدنا كل المتطلبات بتاعتهم، واللي احنا شايفينها برضو قسمناها لايه، لكذا حاجه. بزنس مثلا ريكويرمنتس، ستيك هولدر ريكويرمنتس، السوليوشن بتاعنا اللي احنا هنضيفه. بعد كده مسكنا بقى مثلا خدنا البيزنس ريكويرمنتس، خدنا كل حاجه احنا هنعملها فيها وبدانا نحط ليها اولويه. بدانا نقول احنا هنبداها امتى وهنخلصها امتى، بناء طبعا على الاولويه بتاعتها وبناء على دورها في المشروع. هنا برضو نفس التقسيمه، يعني مثلا خدنا ان احنا نجمع الداتا من الناس، دي اديناها اولويه رقم 1، ان احنا نعمل لها انتجريشن ونديها للسيستم الجديد، دي اديناها اولويه برضو ثانيه. بعد كده بقى بروجكت سكوب هيكلمنا المهندس احمد عليه. طيب معلش بالرجوع برضو للجزء بتاع الريكويرمنت. طبعا انا قسمت الناس زي ما الباشمهندس حسن قال، تمام. كان عندي بزنس ريكويرمنت على مجموعه من الادارات، كان عندي اتش ار ريكويرمنت، كان عندي بيرول ريكويرمنت، كان عندي جفرننس ريكويرمنت، كان عندي حاجات مجموعه كبيره من الريكويرمنت قسمتها. اشتغلت باكتر من تكنيك، يمكن اللي كان احسنها الميتنج وفيس تو فيس ميتنج انترفيوز عشان اقدر احدد الاجزاء ديت. بناء عليه دوت اداني اكتر من شكل للريكويرمنت بتاعتي، اكتر من تعامل اقدر اقسمه واقدر اتعامل مع التيم بتاعي بالتقسيم عليه علشان اوصل لاتشيفمنت بشكل احسن واسرع وافشنسي احسن. السكوب ستيتمنت
بعد تحديد الريكويرمنتس دي استخدمت السكوب ستيتمنت تمبلت علشان اقدر افضي الريكويرمنت ديت مطلوب مني ايه بالظبط. يمكن هي موجوده ورايا على اساس انها بوليتس، يعني يمكن المجموعه من الديسكريبشنز اللي كان المفروض انها تتحط هي مور تكنيكالي اكتر علشان تبان بالشكل ده. طيب بريك داون ال WBS او ورك بريك داون ستراكشر هيكلمنا عليه باشمهندس غانم. WBS طبعا بعد كل اللي فات دوت واللي الزملاء اتكلموا عنه كان لازم نقسم المشروع بالكامل لتاسكات وارقامها علشان نقدر نحدد كل تاسك من التاسكات اللي عندنا دي هياخد وقت قد ايه واتحكم فيه وادارته ازاي. تمام. طبعا عملناه باكتر من شكل. كان ده الشكل اللي فات ده اللي خدنا منه الترقيم، وبعد كده عملناه تشارت زي كده لكل تاسك رئيسي والمهام الفرعيه منه. تمام. وكان لازم طبعا نحط رول للتعامل بين التيم في الاجتماعات وطريقه اتخاذ القرار و اتفضل نعديها طالما الدكتور مش عاجباه. بس دي حقيقه يعني كان في اجتماعات كتيره يعني. طيب وخدنا بعد كده عملنا WBS ديكشنري علشان يوصف تفصيليا لكل تاسك من التاسكات اللي كتبت. ال OBS هيكلمنا عليها الباشمهندس احمد. بالنسبه للOBS كون ان احنا نحدد نقسم المشروع من ناحيه التيم اللي شغال فيه. فكان عندنا البروجكت مانجمنت تحتيه التيم ممبرز. في عندنا النتورك كان مهندس محمد وكان التيم بتاعه شغال معنا. المهندس حسن التيم بتاعه شغال معنا. المهندس غانم وكان معاه التيم في البرشيزنج والديفلوبر تيم. ده الجزء بتاع. وبرضك قسمنا الOBS بالنسبه لل الكومباني نفسها. تمام. فكان قسمنا احنا كنا بنشتغل على الHR، فكان عندنا الHR بالنسبه للقطاعات الموجوده داخل الاندستري داخل الكومباني او المجموعه ككل، ودي الاماكن اللي هنطبق عليها الHR ابلكيشن. تمام. والرسم ماتريكس هيكلمنا عليها المهندس محمد. فرحان. السلام عليكم. احنا هنتكلم عن الراسي ماتريكس. الراسي ماتريكس عباره عن اختصار هي رام، الريزوناليتي اسسمنت ماتريكس. هي بتحدد فيها الناس اللي شغاله معايا وكل واحد يبقى معايا بيعمل ايه بالظبط ووظيفته ايه موجوده معايا ودخلوا معايا هو مهتم قوي بالمشروع عندي ولا اللي هو قاعد كده معانا وخلاص هو موجود في التيم كده ما بيعملش اي حاجه. فاحنا قسمنا الماتريكس بحيث ان احنا كل الناس اللي موجوده معانا سواء التيم سواء الستيك هولدرز اللي معانا، بحيث ان كل واحد وظيفته بيبقى معانا ازاي وايه مسؤوليته في المشروع. هل ديزاين، هل ده امبلمنت، ده هيعمل ريفيو لحاجه، ده هيعمل انفورم لحاجه ثانيه او هيتست حاجه وكده. بعد كده احنا اتكلمنا على الريسورسز بتاعت المشروع. احنا عندنا هيومن ريسورس ونون هيومن ريسورسز. في اول اتكلمنا حددنا الهيومن ريسورسز الحاجات الناس اللي هنستخدمها في المشروع من ناحيه الديفلوبر تيم، من ناحيه التستر، من ناحيه النتورك تيم، كل الناس اللي هتبقى ليها يد في المشروع. وعملنا كوست ليهم، حددنا كل واحد وظيفته هيتكلف كام في الاور بتاعته بالتوتال اور والتوتال التايم بتاعه اللي هيتكلفه معانا عشان نقدر نعمل البادجت بتاعتنا ونحدد الكوست بتاعنا في الاخر. في نفس الحاجه برضو عملنا النون هيومن ريسورس، الحاجات اللي احنا نحتاجها في النون هيومن كان من ناحيه نون هيومن، من ناحيه السيرفر، من ناحيه الفينجر برنت ماشين، من ناحيه الكيبل، من ناحيه تصميم الحاجات اللي هنضيفها في الداتا سنتر عشان تقوي المشروع بتاعنا وحاجات كده. حددنا منها بالتعاون ما بين تيم النتورك وتيم الديفلوبر وتيم المشتريات عشان نحدد سعر الحاجه ديت ايه واحتياجاتها عندنا في المشروع وازاي هتيجي من ناحيه الفندور او كده، وحددنا سعرها وكم واحتياجاتها عندنا في التيم.
دي برضو بناء عليها من تكمله النون هيومن ريسورسز بالحاجات الكوست كل حاجه بتاعتنا، من ناحيه الامبلمنتيشن، اللاين سيلز، السيرفر، الانفراستراكشر، لو هشتري اي حاجه احتاجها انا في المشروع، السبلايز اللي احتاجها عشان التيم وهو شغال، اي حاجه يحتاجها في المشروع، حددنا لكل حاجه الكوست بتاعها بالكوانتيتي بتاعها عشان خاطر نحدد البادجت بتاعتنا عامله ازاي بالظبط. الكريتيكال باص اتكلمنا عليه يا باشمهندس غانم. زي ما عملنا ال WS علشان تحدد لي التاسكات، وعملنا الكريتيكال باص بحيث نعرف مدى الحد الحرج بالنسبه لكل تاسك عندنا، ومدى المرونه نقدر نشوف احنا ممكن نبدر شويه في انهاء المشروع ولا لا. وكان المسار بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. خدنا كل مهمه من المهام اللي هي موجوده في ال WS، ادينا لها حرف بحيث تبقى ظاهره قدامي كأن هو ده الاكتيفيتي. تمام. وبناء عليه عرفنا كل مهمه كان موجود عندي ان هي هتاخد كام يوم في الاساس. خدنا الايام ديت وبدانا ناخد المسار علشان نقدر نحدد احنا اقصى مده للمشروع هتكون قد ايه. كانت معانا 180 يوم. طبعا دوت توضيح لان كل نشاط كان الحرف بتاعه ايه في الرسمه اللي فاتت. طيب باشمهندس احمد هيكلمنا على السكيل. باشمهندس اتفضل. ايوه تسلم ايديك، اشكرك. طيب اتكلمنا على البريك داون، اتكلمنا على التاسكات، اتكلمنا على الريكويرمنت، اتكلمنا على الميثودولوجي بتاعه اوراكل. كان كل دوت لازم يتعمل له كونكاتينيت بشكل معين داخل التايم فريم اللي منوط ان احنا نقوم فيه البروجكت دوت ويتعمل سكادول. يمكن التول اللي احنا استخدمناها مايكروسوفت بروجكت، ودوت من التولز اللي احنا برضو استكشفنا فيها حاجات واحنا شغالين. ابتدينا نحط التاسكات والريكويرمنت والمايلستون بتاعتنا والاسايننج للتيم اللي موجوده معانا، للريسورسز اللي احنا هنشتغل معاهم، الكومبليشن بتاعه التاسكات. ويمكن زي ما ذكرت قبل كده ان احنا اوريدي بنimplement حاجه زي كده. الستارت ديت والاكتوال ستارت والاكتوال فينش ده كله طبعا موجود. الديوريشن بتاعت التاسكات موجوده. يمكن دي جزء زي ما انا طلعت الجزء اللي فات، اقدر اطلع الجانت تشارت بتاعته والكوست بيز لاين. طبعا انا اسف الصوره اللي فاتت ديت مش مظبوطه لان في معلومه انضافت ان الموضوع اكيوميليتيف، فدي تتعدل يعني. تمام. بس انا بكرر ان فيها مشكله. الجزء الخاص بالاكتيفيتي كوست استيميت، المفروض ان الجزء دوت كان مسؤول عنه باشمهندس احمد ابراهيم، ظبط لنا فيه الكوست بتاعت كل اكتيفيتي المفروض انها هي هتشتغل على البريك داون دوت ويدينا توتال. ريسك ريجستر النهارده اشتغلنا عليه. اتقسم الريسك زي ما احنا حطيناه في كاز هاي ليفل لبروجكت مانجمنت ريسك وابلكيشن ريسك، سوليوشن ريسك، بادجت ريسك، ريسورس ريسكس، مجموعه كبيره اندلس طبعا ليست من الريسك. يمكن انا استخدمت برضو تول برضو موجوده معايا علشان نحدد الماتريكس والبريورتي بتاع عفوا الامباكت بتاع الريسك والاسسمنت بتاعه. زي ما اتفقنا البريورتي ان هو السبيسيفيك والريزون بتاعه او السيمبتومز بتاعته موجوده في الكولومز. اخر جزء كان الكوميونيكيشن بلان، ويمكن دي احنا غشناها في الاخر خالص وحضرتك اتفقنا ان الكوميونيكيشن بلان نقدر نحط الفريم بتاع الكوميونيكيشن داخل البروجكت دوت. احنا هنجتمع كل قد ايه از ستيرنج كوميتي، از تيم، از طبعا دي الريبورتس بتاعت بروجكت بلان بس يعني شكلا يعني. تمام. طيب في